لو انت في غربة او سكن الجامعة وعايز تعمل اكلة ما تكلفكش غير 10,000 جنيه بس، فاتفرج على الفيديو هتروح تجيب مشروم من عند بتاع الخضار او اي هايبر ماركت وتقطعه زي ما انت عايز. انا استخدمت في الوصفة ديت 3 صدور فراخ وكل صدر كان سعره 1000 جنيه. هتحط طاسة على النار وتنزل بزيت مطلي بالدهب مع زبدة مطلية بالدهب برضه، وتسيب الفراخ تنزل نفسها في الطاسة زي ما انتوا شايفين كده، وتقوم مقلبها كده عشان تاخد وش احمر كده، وتقوم مغطى عليها تفتح تلاقيها خدت الوش الاصفر اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما تاخد الوش الدهبي تقوم مطلعها وتحطها في الطبق عندك. في نفس الطاسه اللي شوحنا فيها الفراخ هننزل بالبصل المتقطع ونقلب، وننزل بفصين توم كبار، وننزل بالمشروم اللي احنا قطعناه في الاول ونقلب كويس جدا، وننزل بالسبع بهارات والكمون والبابريكا والملح، ونقلب الكلام ده كله مع بعضه ونغطي عليه دقيقتين بالظبط. وبعد كده نفتح، وبعد كده ننزل الفراخ اللي احنا شوحناها في الاول ونديها تقليبه، وننزل بكريمه طبخ. وكريمه الطبخ دي هتلاقوها رخيصه جدا، هتلاقوها عامله 20 جنيه تقريبا في السوبر ماركت. وبس كده يبقى انتوا عملتوا بكتب المشروم بالفراخ، طعمها يجنن وسعرها حلو جدا. انا بهزر يا جماعه، مش هتكلفكوا غير 350 جنيه بس.